السلام عليكم. كيف ما نشوف الايامات اللي فاتوا فيضانات وعواصف بزاف د البلايص المغرب. المشكل هو كاينين شي بلايص اللي خرجات على السيطره بحال في اسفي اللي عداد ديال الوفيات قرب يوصل 40 وفاه. مازال ما حدوش عدد ديال العائلات المتشرده، الاشخاص المفقودين والاضرار الماديه اللي اغلبيه المحلات اللي غرقوا ما مخلصينش التامين، يعني ما غيرجعوش لهم فلوس وما حتى بواحد البورسونتاج قليل. يعني نفرض بقيتي حي من الفيضان وما غرقتيش، فما كاملش دقيقه وليتي لا عائله لا دار لا محل لا خدمه الفلوس لا والو. فشنو السبب الحقيقي ديال هذا الفيضان؟ اغلبيه ديال الناس تردوها للدوله. حقيقه ما نقدرش ننكر الدوله تيتهز بزاف ديال الريسبونسابيلتي ديال الفيضان هذا، لا من حيث السير قبل وحتى في الفيضان. من مورا الفيضان المغرب كامل مترقب الدوله شنو غدير، كيفاش غيكونوا التدخلات ديالو، كيفاش غتعاون هاد الناس، وشنو هما الاحتياطات اللي غدير باش ما نوقعوش في كارثه بحال هذه مره اخرى. ولا الزياده ديال درجات الحراره تيعرفها العالم كامل، بحيث زادت درجه الحراره بجوج درجات كاملين. وهادشي اللي تنشوفوه دابا غير شويه من بزاف ديال المصائب جايين من هنا لقدام، حيت بحلول 2080 غتكون تزادت درجه الحراره العالميه ب4 ديال الدرجات. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشرح لكم شنو هما الدرجات اللي تندويو عليهم، واخا تيبانوا لكم 4 ديال الدرجات ماشي شي حاجه، راه غير 4 ديال الدرجات، ولكن راه مهمين بزاف درجه الحراره العالميه. نهار 14 ديسمبر مدينة اسفي غتشهد واحد التساقطات غير مسبوقة هاد العام. كانت تساقطات غزيرة بزاف، اسفي ولات تحت الماء حرفيا، واد فاض عليها. الناس فاش بان لهم الواد حامل دخلوهم يسدوا عليهم وسط المحلات ديالهم، ما عرفوش شنو غيديروا. اغلبية الناس غرقوا وسط المحلات ديالهم، تيتمناو تيقولوا يا ربي توسالنا. هادشي بسبب سوء التسيير في المرتبة الاولى. وعلاش هادشي وقع؟ اجي نرجعوا وياكم للاصل. اسفي معروفه بواحد المعلمه تاريخيه سميتها قصر البحر، تبنات في العهد ديال البرتغال، الوقيته اللي كانوا مستعمرين. بدا الاستعمار ديالهم في 1508 وسالا 1542. سموه قلعه فيتوريا ولا قلعه النصر بالعربيه، وهي البلاصه الوحيده في افريقيا اللي تتميز بواحد الفن معماري فريد من نوعه، واللي هو الفن المانويلي. الفن اللي انتشر في عهد الملك ايمانويل الاول ما بين 1495 و 1521. بدو البناء ديالها في 1516 وسالا في 1523. كانت كاتدرائية لنشر الدين المسيحي وحصن عسكري في نفس الوقت. ولكن في 1543 وتحت اليد ديال السلطان سعدي محمد غيقدر يحرر المدينة. ولات اسفي كاتدرائيه تحت يد المسلمين، ريبوا منها بزاف، ولكن هذاك شويه اللي بقى تيبين لك قوه الفن المعماري في ديك الوقيته. انا علاش نعاود لك هادشي كامل؟ باش نعرفوا القيمه ديال مدينه اسفي تاريخيا، والقيمه حتى ديال قصر البحر. ثاني حاجه من بين سوء التخطيط اللي داروا في هذيك الوقيته هو انهم بناو هذيك القلعه في ممر ديال الواد شعبه اللي مولف تيفايد، وفين ما تيفايد تيدي معاه جزء من الكاتدرائيه. اول توثيق بدا في 1888 كان من طرف المؤرخين، فمناش بداو التوثيق الاداري في 1916 فاض في 1916 1934 1963 اللي كان مدمر بزاف. اكثر من 300 محل تجاري بالسلعه ديالهم مشاو، و1300 منزل عمروا بالماء، تقريبا متر ونص. السكه الحديديه اللي تتربط ما بين بنغرير واسفي حتى هي وقفات. اكثر من 100 طوموبيل وكاميو تضرروا بسبب الفيضانات، وبالنسبه لعدد القتلى وصل لشي 60 قتيل. محمد الخامس في هذيك الوقيته غيخرج طوابع تضامنا مع الضحايا اللي ماتوا. جيت بحال هاد المأساة هذه تتعاود راسها في الاخر ديال 2025. هادشي كله وقع بسبب ما كانش واحد التحضير مسبق، ما علموش الناس بلي راه الواد جاي. الواد حمل دغيا ومشى قاصد اسفي، كاين اللي داه وكاين اللي غرق في دارو مع عائلته. نمشيو ل 1995 عام ديال الفيضانات. ففي الشتا ديال هذاك العام كان فيضان في اسفي اللي ما خلفش بزاف ديال الاضرار، ولكن في 17 غشت 1995 يعني الصيف ديال هذاك العام غيوقع واحد الفيضان مفاجئ في اوريكا. الاغلبيه فيكم يكون عاقل عليه. ماتوا ما بين 200 و 300 شخص. مازال ما لقاوش شي جثث كانوا دفنوا تحت من هذاك الرمله والطين والحجر، دابا مازال ما تلقاوش. الله يرحمهم في هذا النهار جات واحد العاصفه مفاجئه ودات معها كل شيء. في هذاك العام نيت عرف واحد التغير في سياسه التعامل مع الفيضانات في المغرب. داروا انظمه مبكره رصد الفيضانات، منع البناء ولا التخييم في المجاري ديال الوديان. ولكن فاش نجيو نشوفوا تلقاو ان مدينه اسفي راه اصلا هي جات في المجرى، راه مدينه كاين وسط المجرى. شنو الحل؟ اسيدي مشاو حفروا تحت من المدينه، دوز واحد جوج ديال القوادس كبار، طول ديال 3 متر وعرض ديال 6 متر. صراحه ما لقيتش شي تصاور ديال البناء عيت ما نقلب، ولكن هاهما التصاور ديالهم من مورا ما سالاو. هاد جوج قوادس هادو دايزين من تحت المدينه، كاين واحد البوط قبل ما القادوس يجمع الماء. ابخي داك الماء تيتم التصفيه ديالو باش ما يدوش الحجر الكبير ولا الخشب. انفوتي عمر هذاك البو تيدوز الماء ديريكت في هذوك القوادس. هاد القوادس هادو الكبار بزاف تيدوزوا المئات ديال المترات المكعبه في الثانيه، تيمشيو نيشان تيكبوا في البحر. حلو معضله. هذا المشروع هذا صرفات عليه 7 ديال المليون درهم، مشروع ضخم في البنيه التحتيه ديال اسفي.
فيه بزاف ديال التحديات، من بينهم كان الصبيب طالع بزاف. القوات ما قدروش يتعاملوا مع داك الكميه ديال الماء في هذيك الوقيته. واش غتعاود تخرق لينا مدينه اسفي؟ او الفرضيه الثانيه اللي وقعت في 2010 هذوك القوات تسدوا بسبب الخناشي والزبل واللي خلى مدينه اسفي تغرق عاوتاني. نورمالمون خص تكون واحد البلان تويست او لا خطه بديله بحال هذا الشيء، حيتاش تندوي على مدينه ما تعرف اش يوقع، ولينا فرض وقع ما خصوش يتعاود. من 2010 لدابا شنو دارت الدوله باش حلات هذا المشكل هذا؟ زاد تقادو الثالث، بدلات المجرى ديال الواد ديفينيتيفمون باش انهم عمرو يرجعوا عاوتاني لمدينه اسفي؟ لا، ما دارت حتى حاجه من هادشي، بالعكس سداتو. فبسبب الاصلاحات اللي كانوا في الكاتدرائيه اللي بداو في 2015 وحبسوا وعاودوا كملوا هذه شي 7 شهور، مشيو سدوا هذوك القوات. المدينه كامله غرقات بسبب طيش، بسبب سوء التسيير. نورمالمون هادشي خص تكون ليه محاسبه. المهم فاش لقى القادوس مسدود رجع ومشى على ساحه الذهب، بقى غادي معاها دار ومشى للمرسى كب تما في المرسى. نورمالمون خص تكون محاسبه، شكون سد وشكون اللي عطى لوتوريزاسيون. غير هي الفيضانات والتقلبات ديال الطقس ما شفناهمش غير في اسفي بوحدها، كاينين نشرات انذاريه في كازا، في الرباط، سلان، ناظور، طنجه وبزاف ديال البلايص اخرين. فشنو واقع بالضبط؟ انا غندخل معكم نصلب الموضوع نيش. مشيت ما فيريفيش الميكرو واش تسمعوني مزيان، ما عرفتش شحال ضربتو من دقيقه، ولكن سؤال تسمعوني مزيان؟ كاين اللي كنتي تسمعني ما تنساش دير معاك ابوني ولايك وتخلي لي شي كومونتير تترحم فيه على الناس اللي ماتوا. هو هادشي اللي تنشوفوه دابا غنوليو نشوفوه بكثره في المستقبل، سببو حنا، سببو حتى واحد اخر، الا ماشي بالضروره انت ولا انا، سبب الاحتباس الحراري. من مورا بدايه الثوره الصناعيه في حوالي 1750 الكره الارضيه عرفت واحد ارتفاع درجه الحراره مستمر من ديك الساعه. ففي 2015 الكوب 21 اللي داروا في باري اتفقوا الدول على ان ارتفاع المتوسط ديال درجه الحراره ما خصوش يفوت 1.5 ولا 2 ديال الدرجات، ولكن المتوسط ديال درجه الحراره في 2023 هاد 2 درجات. الكوب 22 اللي موراها كانت في المغرب، كانوا دوا فيها بشكل رئيسي على كيفيه تطبيق اتفاقيات ديال باريس اللي كانوا العام اللي فات. المغرب دافع على الحقوق ديال الدول الافريقيه المتضرره من التلوث البيئي، واخا هما ما تيساهموش فيه، هذا هو المشكل. واخا حنا ما تنساهموش فيه فحنا هما المتضررين رقم واحد. تقول لي دابا درجه ولا 2 راه ماشي شي اختلاف زعما اللي نوضوا عليه هاد القربه هذه كامله ونديروا عليه مؤتمرات. نقول لك عندك الحق، هي راه ماشي شي حاجه، ولكن خصك تعرف قبل الثوره الصناعيه يعني قبل من 1750 كانت درجه الحراره ديال الكره الارضيه كامله هي 15 درجه. موراها في 1800 وحنا طالعين خدينا كمرجع كغوبير درجه الحراره اللي كانت قبل من الثوره الصناعيه اللي هي كانت 15 درجه. يعني فاش نقول لك الكره الارضيه سخنات بدرجه، تزادت بدرجه على المعدل ديال 1750. يعني شحال ما طلع الغوبير شحال ما الخطر تيزيد، الكره الارضيه تبدا تغلي. الكوب الاخرى اللي كانت في دبي ولو باغيين درجه الحراره غير تبقى بحال هكا ما تزيدش تطلع اكثر، وصعيب اللي ما كانش من المستحيلات اننا نعاودوا نرجعوا فين كنا. الانسان هو اكبر خطر على الكره الارضيه وعلى الكائنات الحيه. حاجه شفتوا من الثوره الصناعيه لدابا فالانبعاثات ديال الغازات الدافئه غاديو ترتفع بواحد السرعه كبيره بزاف، ومن بين المصادر ديال هاد الغازات الحرق ديال الفحم والغاز والنفط اللي تيولدوا الطاقه باش يخدموا المصانع، الطوموبيلات، الطيارات، والمعدلات باش يحيدوا الشجر اللي تيقدر يمتص ثاني اكسيد الكربون تيعطينا في بلاصتو اكسجين. هذوك الغازات شنو تيديروا بالضبط؟ انا غنشرح لكم. الاشعه ديال الشمس فاش توصل للكره الارضيه يفوت تسالي منهم الكره الارضيه تبغي تردهم، ولكن هذوك الاشعه فاش يبغيو يخرجوا من الكوكب تلقاو هذيك الطبقه ديال الغازات الدافئه ما تخليش هذيك الاشعه تخرج، تخليو الكوكب يزيد يسخن. فتخيلوا معايا من 1850 من مورا الثوره الصناعيه لدابا ما تسجل تنازل مستويات انبعاث هذه الغازات هذه. من بين اكثر الدول انتاجا لهذه الغازات عندك الصين في المرتبه الاولى، الولايات المتحده الامريكيه والهند. الا جينا قارنا انبعاثات ديال الغاز هذه 50 عام فغنلقاوها تزادت ب 90%، و80% من هذه الانبعاثات هادو تيكونوا غير بسبب توليد ديال الطاقه. وورد ريسورس سنتر قال لا بقينا غاديين بهذه الوتيره هذه 2030 غادي نفوتوا 2 ديال الدرجات، 2040 غنوصلوا 3 ديال الدرجات، 2080 غنكونوا زدنا ب4 ديال الدرجات. الكوكب غيولي تيغلي. ارتفاع ديال درجه الحراره تعني ذوبان ديال الثلج في القطبين بجوج، هادشي اللي غيزيد يحرر ثاني اكسيد الكربون اللي تكون مجمد. التوازن البيئي غيوقع فيه خلل، الحيوانات اللي تيعيشوا في الثلج وما تيقدروش على درجه الحراره المرتفعه كلهم غيموتوا، بحال الدبابه القطبيه، الفقمات وانت غادي. الذوبان ديال الثلج غيخلي النسبه ديال البحر تزاد. وشكون اللي عنده واحد 3500 كيلومتر ديال السواحل؟ حنا المغرب. من بين اكثر البلدان المتضرره بسبب الاحتباس الحراري هو المغرب، ان نسبه البحر زادت غير ب 50 سنتيم. 50 سنتيم راه ماشي شي حاجه، ولكن لامباكت ديالها علينا راه كبير بزاف. اكثر من 1.5
مليون و800 الف مغربي غيتضروا. عاد باش تزيد ديك الاراضي الزراعيه اللي قريبه للبحر كلها غتولي طالعه في الملوحه وما غتبقاش صالحه للزراعه. وهادشي اللي لاحظتو راه بدا تيبان من دابا. فمن اكادير حتى لطنجه خط الموت كيف ما سميتو انا، اولا البحار اللي تقدر تفيض اي لحظه. لا ترفعت درجه الحراره ديال الكوكب غير 3 درجات غنوليو نعيشوا 6 شهور ديال الصيف في العام. استنزاف ديال الموارد المائيه بسبب الحراره المرتفعه، غتولي درجه الحراره توصل حتى ل 55. هادشي في الايام العاديه، هادشي اللي غيأثر على الفراحه بشكل مباشر. ما بقاوش لاقين باش نسقيو من واحد الجفاف عاد. هادشي الا ما وصلش المجاعه غتضرب المغرب كامل. الحرائق في الغابات غيتزاد لوطو ديال الحرائق بسبب درجه الحراره المرتفعه. بالنسبه للفيضانات غيكونوا بزاف، بحال الفيضانات ديال الجنوب الشرقي اللي شافتهم طاطا والزازات مؤخرا، راه حضرتوا لكلشي. الحصيله الماديه والبشريه كانت كبيره بزاف. فيضان ديال اوريك اللي جا في الصيف اللي دويت لكم عليه، فشنو توقع بالضبط؟ تيولي عندنا فيضان بهذا الشكل. فاش ارتفع درجه الحراره المحيطات تيبداو يتبخروا بزاف. فوا تتلاقى مع شي تيار ديال الهواء بارد تتبدا تصب الشتا بسبب الارض تكون ناشفه بزاف، ما كاينش ربيع على التراب طري شي يمتص الماء. الشتا تولي كارثه، تولي من نعمه لنقمه. الشتا اللي خصها تصف عام كامل تتصب غير في ساعه ولا ساعتين، تيخلي فيضان تيكون مفاجئ قوي بزاف. وهاد الظاهره تتسمى بالفلاش فلود، وهاد الظاهره بالضبط هي السبب في الفيضانات اللي كاينين في العراق. فالمهم حاولت نشرح لكم هذا الموضوع هذا ونفهمكم باللي هادشي اللي تنعيشوه راه ماشي عادي، بالعكس راه كاينين واحد العوامل عالميه اللي تساهم في هادشي. الفيضان ديال اسفي كان مجرد نقطه من الكاس اللي غيفيض علينا بمجموعه من المشاكل البيئيه والمناخيه اللي غادي نعيشوها في القريب العاجل. المغرب بدا يحاول يواكب هاد الموجه هادي اللي تفرضات عليه، واخا هو ما داير لا بيديه لا برجليه، بحال تحليات ماء البحر، محاربه الجفاف، محاربه التصحر، بزاف ديال الحوايج اخرين. ولكن ما خصناش نساو هذوك القوات اللي كانوا مسدودين. نورمالمون خص كل لجنه الخدمه الوحيده ديالها هي هذوك القوادس والصيانه ديالو، اللي يكونوا فيها هذوك القوادس مسدودين او لا خارجين على الخدمه. خصهم يكونوا ديما على القرص، خصهم يديروا حتى شي عمليات ديال الانذار المبكر للساكنه باش ما يعاودوش يتغفلوا بك كيف ما تغفلوا هذه المره. وانا لا جات عليا يقادوا الواد الطريق وسط مدينه اسفي، يصلحوا الغلط من الجذر باش ما عمرهم مازال من هنا لقدام اطاحوا في شي مشكل بحال هذا. الناس اللي مات الله يرحمه ويوسع عليه في النهار، اللي باقي حي خصوصا العائلات ديال هاد الناس اللي ماتوا، الله يصبر الله يكون معاه. وان شاء الله المغرب كله واقف معاكم، كلنا متابعين هاد القضيه هذه قلبا وقالبا. اللي يوصل لهاد البلاصه هذه فما ينساش يطرح ليا على الناس اللي ماتوا في هاد الفيضان ويرد البال وياخذ الانذارات بجديه. وعليكم السلام.